بكرة اللي يباح الكلام ويبسة رياق الحلوب ووقف على بابك رسول الموت، ما اللي يمنع؟ الناس من حولك وكل هابط له بطن سوق، واقربهم اللي قام يدعي لك ويمشي مدمعك، وجاك الملك من بينهم يسوق فيك الموت سوق، وانت تعاين فيه لكن ما انت قادر تدفعه. هم قام ينزع روح كل جودت معها العروق، والناس تحر الموت في زورك قبل لا يمزعه، والتفت الساقين والتمت عراجين العذوب، وجاء عند زورك من عظيم الكرب رجف وزعزع، وراح النظر يطرد ورا روحك ويلحقها لحوق، وقرت عيونك في السماء والروح راحت مسرعة، واستعجلوا بك يدفنونك بين شق من الشقوق في حفرة من تحت الأرض وكنت منها فسعة. يعني كذا خلاص لا تقدر تغش ولا تبوق، ولا يفيدك لا حلال ولا تفيدك مزرعة، راحت حقوق الناس في ذمتك طوق فوق طوق. يا كيف بعد الموت حق الناس تقدر ترجع؟ المال ياخذ هالولد، وان كان في قلبه عقوق ينشد عن ايام العزاء 3 ولا 4، ما دامت القوة ولا عمر على الارض مخلوق. الادمي مهما يطول الوقت يلقى مصرعه، هذا كلام الحق والواقع وثقنا به وثوق، وان كان راسك مقتنع به حاول انك تقنعه، ولا ترى الذمه بريه منك واصبحت محقوق، وان كان ودك بالسلامه فاسمع الشور وطعه. بعض العرب لا شفت جريه قلت عز الله سبوق، يطرد ورا الدنيا ولو حاش الذهب ما يشبعه، عينه على اللي عند خلق الله وفي قلبه حروق، لو كان يقدر كان حتى الماء عليهم يقطعه.